سنين يا ابو سنين شفنا ضيم وعوز واهمال من الحكومات كلها، وظلت عندنا بس الضحكه. اظن هم يريد منهن من عندنا. بعد النجاح الكبير الذي صنعه الجزء الخامس، وبعد حكاية سكنت الذاكرة ولمست وجدان الدراما العراقية، بيت الطين يعود من جديد، عودة تستكمل الحكاية وتفتح أبواب الزمن على أحداث أعمق وصراعات أقوى وحكايات كتبت من وجع المجتمع وروح التاريخ. دراما عراقية تجسد الواقع وتحاكي الماضي بكل تفاصيله، وتواصل حضورها القوي بين جمهور ينتظر ويتشوق. بيت الطين الجزء السادس، إنتاج قناة عراق الحدث الفضائية بإشراف المنتج والمخرج علي جواد الزبيدي، تأليف وإخراج عمران التميمي. ترقبوا جزءا جديدا، تشويق يتصاعد، إثارة لا تتوقع، ومفاجآت تعيد إحياء الزمن الجميل في رحلة درامية لا تنسى. عراق الحدث.